لو كان معاك مسدس وانا كمان معايا مسدس ممكن وقتها نتكلم عن القانون، ولو كنت انت معاك سكينه وانا كمان معايا سكينه ممكن ساعتها نتكلم عن القواعد والتنظيم. ولو انا وانت جينا ايدينا فاضيه هنا الموقف هيكون للادب والاخلاق. لكن لو انت اللي معاك مسدس وانا اللي معايا سكين فهنا النقاش عمره ما هيكون عادل، والحقيقه هتتكتب بايديك انت. ولو كان انت معاك مسدس وانا ايديا فاضيه فهنا اللي معاك ده مش مجرد حديده، لا، اللي معاك ده هو حياتي كلها. ببساطة القوانين والقواعد والأخلاق كلها كلمات ملهاش أي معنى إلا لو في تكافؤ. لكن في الواقع القاسي إن الفلوس اللي بيقولوا إن هي بتحكم العالم بتقف ساكتة خالص في وجود القوة، وكل ما القوة والسلطة عليت كل ما الفلوس خدت خطوتين لورا، وهتفضل تراقب في صمت ومستنية فرصة بس إن هي ترجع تاني للمشهد. أما القواعد فاتعملت عشان تتكسر، والقانون اتعمل عشان يخترق، عشان تحمي اللي ماسك في ايديه سكينة قصاد اللي ماسك في ايديه مسدس، وتعدل بين اللي مش ماسك في ايديه اي حاجة ولا بيملك اي حاجة قصاد واحد ماسك قصاده مسدس.